اهلا بيكم معانا في قناة اكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم قلقاس، اكلة جميلة قوي وبتنفع في الشتاء. هنحتاج ايه؟ هنحتاج 3 معالق كزبرة ناشفة، معلقتين ملح ومعلقة فلفل اسود، كوباية زيت زيتون، كوباية صلصة طماطم، كيلو لحمة، نص كوباية توم مفروم، كوباية كزبرة خضراء متقطعة، قلقاس، أربع كوبايات مية، نص كوباية بصل جوانح أو مكعبات، نص كوباية جزر. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنحط الحلة على النار، هنحط فيها المية المغلية، عشان نبدأ نجهز الشوربة للقلقاس. هنحط فيها اللحمة نسلقها، ونضيف الجزر والبصل كمان، لو حبة الحبهان وورق اللورة والفلفل، وبعدين الملح، ونسيبها براحتها تستوي. هنحط الطاسة على النار ونحط فيها شوية زيت، حوالي 3 معالق، ونضيف كوباية البصل المفروم ونقلبه لحد ما يبدأ يدبل، وبعدين نضيف صلصة الطماطم ونقلب، ونضيف الملح والفلفل ونقلبهم كويس. ودي تبقى اول خلطة هنحطها على القلقاس. هنحط حلة على النار ونحط بقية كوباية زيت الزيتون، ونضيف الثوم المفروم ونقلبه لحد ما يصفر وتطلع ريحته، ونحط عليه الكزبرة الناشفة ونقلب، ونحط في الصلاية الكزبرة الخضراء وندقها. دي الطريقة التقليدية بتاعة القلقاس. وبعدين نحطها على الثوم ونقلب، والريحة بدأت تطلع. ودي تاني خلطة بنحطها على القلقاس. في الحلة اللي فيها اللحمة هنضيف القلقاس متقطع مكعبات، طبعا بعد ما غسلناه. انا بغسله بمية سخنة، وبعدين هنضيف الخلطة الأولانية وبعدين التانية اللي فيها الكزبرة ونقلب.
طبعا ريحته حلوة قوي قوي، والقلقاس بياخد حوالي 5 دقايق 7 دقايق على النار، بيستوي بسرعة. عاوزة اوريكم شكله ايه. طبعا ده شكله حلو قوي وطعمه جميل قوي قوي، بيدفي قوي في الشتاء وبيدي طاقة. يا ريت تجربوه. هنقدمه مع رز. هنحط في حلة على النار كوباية زيت الزيتون، وننزل بشوية رز مصري مغسولين حسب الكمية اللي انت عاوزاها. بنحط شوية فلفل اسود معلقتين، وهنحمره. ده اسمه رز محمر او حبة وحبة. طبعا الرز هنحط ضعف كمية الرز مية، وننزل بباقي الرز الابيض ونقلب. طريقته سهلة خالص وما بتاخدش وقت. زي ما انتوا شايفين شكله. بعدين هنضيف عليه المية، والملح، ونقلب ونسيبه على النار. واول ما يبدأ يغلي نهدي عليه. هتشوفوا دلوقتي القلقاس مع الرز شكله جميل قوي. يا ريت تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. وبالهنا والشفا اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.